ايش يعني prompt؟ وليش الكل يتكلم عنه؟ البرومبت ببساطة هو نص ذكي تعطيه للذكاء الاصطناعي عشان يفهم بالضبط ايش تبغى ويبحث وينظم لك المعلومات بدقة وبسرعة خرافية. ليش البرومبت مهم؟ لأن بدل ما تضيع وقتك تتنقل بين مصادر ومقالات، البرومبت القوي يطلع لك محتوى مرتب موثوق ويفيدك خلال دقائق. وهذا البرومبت اللي بتشوفه هنا مميز جدا، هو برومبت خاص بالبحث في القضايا الإسلامية المعاصرة. يعني يجيب لك الأدلة من القرآن والحديث، يعرض آراء العلماء والمجامع الفقهية، يوضح كيف الحكم الشرعي ينطبق على الواقع اليوم، ويعطيك الخلاصة خطوة بخطوة بشكل واضح وسهل. باختصار، هذا البرومبت أداة رهيبة لأي شخص مهتم بالعلم الشرعي أو يبي يطلع على الأحكام بوعي وتوثيق سريع. البرومبت كامل بتلاقونه في الديسكريبشن تحت الفيديو أو في البايو. ايش يعني prompt؟ وليش الكل يتكلم عنه؟ البرومبت ببساطة هو نص ذكي تعطيه للذكاء الاصطناعي عشان يفهم بالضبط ايش تبغى ويبحث وينظم لك المعلومات بدقة وبسرعة خرافية. ليش البرومبت مهم؟ لأن بدل ما تضيع وقتك تتنقل بين مصادر ومقالات، البرومبت القوي يطلع لك محتوى مرتب موثوق ويفيدك خلال دقائق. وهذا البرومبت اللي بتشوفه هنا مميز جدا، هو برومبت خاص بالبحث في القضايا الإسلامية المعاصرة. يعني يجيب لك الأدلة من القرآن والحديث، يعرض آراء العلماء والمجامع الفقهية، يوضح كيف الحكم الشرعي ينطبق على الواقع اليوم، ويعطيك الخلاصة خطوة بخطوة بشكل واضح وسهل. باختصار، هذا البرومبت أداة رهيبة لأي شخص مهتم بالعلم الشرعي أو يبي يطلع على الأحكام بوعي وتوثيق سريع. البرومبت كامل بتلاقونه في الديسكريبشن تحت الفيديو أو في البايو. ايش يعني prompt؟ وليش الكل يتكلم عنه؟ البرومبت ببساطة هو نص ذكي تعطيه للذكاء الاصطناعي عشان يفهم بالضبط ايش تبغى ويبحث وينظم لك المعلومات بدقة وبسرعة خرافية. ليش البرومبت مهم؟ لأن بدل ما تضيع وقتك تتنقل بين مصادر ومقالات، البرومبت القوي يطلع لك محتوى مرتب موثوق ويفيدك خلال دقائق. وهذا البرومبت اللي بتشوفه هنا مميز جدا، هو برومبت خاص بالبحث في القضايا الإسلامية المعاصرة. يعني يجيب لك الأدلة من القرآن والحديث، يعرض آراء العلماء والمجامع الفقهية، يوضح كيف الحكم الشرعي ينطبق على الواقع اليوم، ويعطيك الخلاصة خطوة بخطوة بشكل واضح وسهل. باختصار، هذا البرومبت أداة رهيبة لأي شخص مهتم بالعلم الشرعي أو يبي يطلع على الأحكام بوعي وتوثيق سريع. البرومبت كامل بتلاقونه في الديسكريبشن تحت الفيديو أو في البايو.